السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال والدنيا تكون لطيفه كده وما تكونوش مضغوطين ومتوترين والكلام ده كله. عشان النهارده جايين نتكلم عن المرحله الثالثه في التنسيق. المرحله الثالثه يعني التوتر والضغط ومش عارف هدخل ايه والكلام ده كله، علشان بيبقى فيه تساؤلات هل انا اصلا ممكن الحق كليه والدنيا برضو بتبقى متوتره شويه، وايه احسن المعاهد بقى اللي ممكن ادخلها عشان انا مرحله ثالثه والكلام ده كله. فلو من حيث الكليات في كليات تقدر تلحقها، كليات لذيذة، كليات جامدة، وكمان معاهد حلوة قوي 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 للمرحلة الثالثة. وكمان المعاهد دي تقدر تطلع منها تكمل في كليات بعد كده، او حتى كمان معاهد تقدر تشتغل منها وتغطي على معظم الكليات تقريبا. فخلينا نبدأ على طول ونشوف ايه الكليات اللي احنا ممكن نلحقها وايه المعاهد. وكمان لو انا كنت اصلا جايب مجموع عالي بس دخلت دور تاني في مادة معينة لسبب ما، فدلوقتي انا ممكن اعمل ايه؟ ده هنقوله دلوقتي في الفيديو ان شاء الله. فيلا بينا. اول حاجه اكلمك عنها هي الكليات اللي ممكن تلحقها في مرحله ثالثه، واللي في الغالب التنسيق بتاعها بيبقى من 50 لحد 60%، فان شاء الله يعني في كليات حلوه تقدر تدخلها. اول حاجه كليه اداب. كليه الاداب بتنزل في العادي لمرحله ثالثه، في الغالب على طول تقريبا بتنزل مرحله ثالثه، ودي حاجه كويسه جدا لان كليه اداب من الكليات المميزه اصلا بالاقسام بتاعتها كلها. كلية آداب السنة اللي فاتت كان الحد الأدنى بتاعها آداب انتساب في سوهاج كانت تقريبا 241 درجة، فاحتمال تبقى أقل شوية كمان من السنة اللي فاتت، فالفرق مش هيبقى كبير، يعني الفرق هيبقى كام درجة، فإن شاء الله تلحق الكلية دي. كلية آداب بقى من الكليات المميزة جدا، بالذات الأقسام اللي فيها أقسام اللغات وحاجات جامدة جدا. ممكن تدخل منها تبقى إعلامي، ممكن تطلع منها دكتور نفساني أو أخصائي نفساني بمعنى أصح، حاجات كتير قوي. حتى كمان فيها قسم مساحه، تقدر تطلع بقى تبقى مهندس مساحه والحاجات دي كلها. فكليه اداب الفيديو بتاعها موجود على القناه، هسيبهولك في الديسكربشن او هيطلع هنا تقريبا. ما تنساش تشوف الفيديو عشان تعرف الكليه اللي انت داخل عليها تبقى ايه. وبس. تاني كليه معانا في الفيديو هي كليه حقوق. كليه حقوق من الكليات الجميله جدا، واللي زي ما بنقول عليها كده كليه البشوات، بس علشان كان بيدخلها الناس بقى اللي هم زي ما قلت لك بيتخرج منهم وزراء ومش عارف ايه والكلام ده كله. فكليه حقوق من الكليات اللي انت كمان تقدر بعد ما تخلص كليه حقوق تقدر تخش كليه شرطه وتكمل وتطلع ضابط. الميزه بقى هنا ان كليه حقوق بتنزل مرحله ثالثه. مرحله ثالثه يعني الحد الادنى بتاعها السنه اللي فاتت كانت واخده من 242 درجه، كانت حقوق مدينه السادات. عموما يعني التنسيق احتمال ينزل بنسبه 1% او 2% كمان عن السنه اللي فاتت، فان شاء الله لو الفرق بسيط ما بين الدرجات فتلحق كمان كليه حقوق. وكمان حتى لو دخلتها في مكان بعيد فانت تقدر تعمل تقليل اغتراب وترجع للمحافظه بتاعتك. وبالمناسبه فيديو تقليل الاغتراب هتلاقيه برضو على الشانل، موجود فيديو اللي قبل الاخير على طول، وهسيبهولك برضو هنا او هسيبهولك تحت في الكومنتات او في الديسكربشن. ثالث حاجه بقى واللي هي مش كليه واحده، هي كليات التربيه كلها تقريبا. كليه تربيه اساسي وعام وطفوله وتربيه نوعيه وتربيه رياضيه كمان. يعني كل الكليات دي تقدر تدخلها لو انت كمان في مرحله ثالثه، علشان الكليات دي بتنزل لمرحله ثالثه. صباح الفل. طبعا كليه تربيه نوعيه فيها اقسام زي كليه تربيه فنيه وتربيه موسيقيه، دول بتحتاج تعمل لهم اختبار قدرات، فلو انت ما عملتش اختبار القدرات بتاعتهم فمش هينفع تحطهم اصلا في التنسيق. بس عموما كليه تربيه نوعيه تقريبا بتنزل لحد كمان 248 247 في الرينج ده. اما بقى كليه تربيه رياضيه فدي برضو محتاج تعمل لها اختبار قدرات، ولو ما عملتش اختبار قدرات فبرضو للاسف مش هينفع تحطها في التنسيق، لان انت مش هينفع تخش الكليه الا لما تكون اصلا عامل اختبار القدرات. بس كليه تربيه رياضيه لو انت من الناس اللي عملوا اختبار القدرات ونجحوا فيه الحمد لله، يعني تقدر تدخل الكلية، لأن الكلية حرفيا بتاخد من 50%، بتاخد من 205 درجة، ده البنين وبنات، يعني في تربية رياضية بنين وتربية رياضية بنات. والكلية دي كمان تقدر تكمل فيها في حاجات كتير أصلا بعد الكلية كمان، ومجالاتها كتير قوي ومجالات متنوعة، وكمان تقدر تخش برضو حربيه. الكليه اللي بعد كده كليه خدمه اجتماعيه. كليه خدمه اجتماعيه برضو من الكليات اللي بتنزل مرحله ثالثه، والحد الادنى بتاعها السنه اللي فاتت خدمه اجتماعيه اسوان انتساب كان بياخد من 233 درجه. زي ما قلت لك تقدر تعمل تقليل اغتراب، فتقلقش من البعد ده، ان شاء الله برضو يتظبط وترجع للمحافظه بتاعتك. خامس حاجه واللي تعتبر مميزه جدا 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 ومش واخده حقها خالص، كلية سياحة وفنادق. كلية سياحة وفنادق بجد من الكليات اللي تعتبر كلية ليجند كده، وكمان يعني مش واخده حقها خالص، والناس مش مديانها الاهتمام الكافي بتاعها، مع انها بتخرج ناس جامده جدا وتقدر تشتغل في مجالات جامده جدا ويعملوا مرتبات عاليه بجد، ودي حاجه مميزه جدا. اعرف ناس في كليه سياحه وفنادق اتخرجوا من الكليه وبيشتغلوا لسه، يعني بيبداوا شغلهم 8000 جنيه كده، ده في البدايه. فكليه سياحه وفنادق من الكليات المميزه جدا جدا، وكمان المميز فيها اكتر انها بتنزل مرحله ثالثه. ومعنى انها تنزل مرحله ثالثه يعني
انت دلوقتي مستني تسمع كانت بتاخد من كام السنه اللي فاتت. فالسنه اللي فاتت كليه سياحه وفنادق تعليم تبادلي حلوان كانت واخده من 235 درجه. فمن وجهه نظري كليه سياحه وفنادق من الكليات المحترمه جدا جدا جدا. لو موجوده ومتاحه ليك في التنسيق يعني انصحك انك تدخل الكليه دي، انصحك وبشده انك تدخل الكليه دي. الكليه بعد كده هي كليه اقتصاد منزلي. كليه اقتصاد منزلي معظم الناس ممكن تفتكر ان الكليه بس للبنات ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس بالعكس الكليه فيها شباب برضو كتير وكليه جامده جدا يعني، ومجالاتها كمان حلوه قوي قوي. للاسف ما عملتش عنها فيديو، بس تقدر تبحث عن الكليه وتعرف ايه المجالات بتاعتها والحاجات دي كلها. ولو احتجت اي حاجه برضو هتلاقيه تحت في الكومنتات معاك يعني، فما تقلقش من الموضوع ده. والكليه السنه اللي فاتت كان الحد الادنى ليها كليه اقتصاد منزلي حلوان كانت واخده من 240 درجه. حاجه مهمه بقى عايز اقولها ان الكليات اللي انا قلتها بالتنسيق اللي انا قلته ده هو للشعبه العلميه السنه اللي فاتت بس. المتوقع يعني ان التنسيق ده ينزل بنسبه 1% او 2% كمان عن السنه اللي فاتت. ولحسن الحظ واللي برضو ممكن يكون حاجه كويسه يعني برضو، ان الشعبة الادبية بتاخد اعلى شوية، يعني بتبقى اعلى شوية من الشعبة العلمية في الحتة دي. فبالتالي يعني ممكن التنسيق يكون مساوي لنفس التنسيق اللي انا قلته ده، او لو نفس التنسيق ده حصل السنة دي فهيبقى التنسيق اعلى بنسبة 1% و2% عن الشعبة العلمية. فبالتالي مش هيبقى في فرق كبير يعني، بس هيبقى في فرق بنسبة 1% و2% يعني. فاعمل حساب الموضوع ده. في بقى كمان كليات تكنولوجيه او الجامعات التكنولوجيه، معظمها اصلا برضو بياخد من مجموع قليل قوي، مجموعها بتبقى قليل وكمان تقدر تدخلها من مرحله ثالثه معظم الكليات التكنولوجيه والجامعات التكنولوجيه. فخلينا بقى نخش في المعاهد. اول حاجه في المعاهد عندنا اللي هو الماستر بقى، وهو معهد فن اللي الناس كلها تقريبا بتستهدف المعهد ده او بيبقوا عايزين يدخلوا معهد فن. ليه بقى؟ لما بتطلع منه او لما تتخرج منه تقدر كمان انك تكمل في كليه تمريض بعد كده، وكمان المعهد ذات نفسه كفيل ان انت تطلع وتشتغل منه وخلاص. بعد سنتين كده تطلع تتخرج تشتغل وتمسك وظيفه والدنيا تبقى زي الفل تمام وبتقبض والدنيا زي الفل. والميزه بقى ان انت تقدر تكمل كمان ويبقى معاك بقى تعليم عالي، مش تعليم متوسط او فوق متوسط، فانت يبقى معاك تعليم عالي كمان وتكمل في كليه تمريض لو انت اصلا كان هدفك من الاول كليه تمريض. وكمان بتخش كليه تمريض من سنه تانية مش من سنه اولى. فانا شايف بصراحه ان المعهد ده يعني جامد جدا ويستاهل. تاني معهد بقى معانا في الفيديو ده هو معهد فني صناعي. معهد فني صناعي لشعبة رياضة. المميز بقى في المعهد ده ان هو معهد سنتين بس، وتقدر تطلع منه لما تجيب امتياز وتشد حيلك قوي في السنتين بتوع المعهد دول، هم سنتين بس يعني، وتطلع تكمل برضو في كلية هندسة. فانا شايف انها فرصة حلوة قوي لاي حد ممكن يجيله معهد فني صناعي ويدخل معهد فني صناعي ويشد حيله بس سنتين، بعدين يطلع بقى يكمل مرمطة في كلية هندسة، بس هيبقى دخل كلية هندسة ويتخرج باش مهندس قد الدنيا. تالت معهد بقى وهو معهد المساحة، واللي مش هتلاقيه بالاسم ده يعني بالظبط كده في التنسيق او في ترتيب الرغبات بتاعتك، تلاقيه مكتوب باسم فني ري صرف ومساحة. المعهد سنتين وتقدر برضو تشد حيلك كده في المعهد السنتين دول بس يعني، وتطلع بعد كده تكمل في كلية هندسة أو فنون جميلة أو فنون تطبيقية. المعهد الرابع معانا هو معهد فني تجاري. المعهد ده مدة الدراسة فيه سنتين، وتقدر تدخله لو أنت علمي أو أدبي، علمي علوم أو علم رياضة. وكمان تقدر تخلص المعهد ده وتطلع تكمل في كلية تجارة، وبتدخل تجارة من سنة تانية. بعد كده عندك معهد البصريات، وكمان معهد العالي للسياحة والفنادق، والمعهد ده برضو هو كلية سياحة وفنادق. وبرضه معهد خدمة اجتماعية برضه زي كلية خدمة اجتماعية بالظبط، مفيش فرق يعني يا جماعة. الفرق هنا ان انت بتخش معهد وهنا بتخش كلية. وكمان عندك معهد عالي حاسب آلي، وده برضه عبارة عن كلية حاسبات ومعلومات بس بيبقى معهد، والمعهد ده بتتخرج منه برضه بتشتغل في نفس الشغلانات بتاعت حاسبات ومعلومات، او تشتغل في البرمجة ونظم المعلومات والتكنولوجيا والحاجات دي كلها. عندك كمان المعهد العالي للغات والترجمة. المعهد العالي للغات والترجمة يعني بص، اي حاجه ليها علاقه باللغات، زي مثلا يعني قارن نفسك، انا بقول لك اهو خش دلوقتي قارن نفسك بألسن واداب وكل اي حد بيدرس لغات. اللي هيفرق هنا في دراسه اللغات هو مش انك متخرج من ايه، اللي هيفرق هنا في دراسه اللغات هو انك اللغه اللي معاك اصلا انت بتعرف تتقنها صح ولا لا، بتتكلمها صح ولا لا، ومعاك كام لغه، وهل اللغه دي هتؤهلك فعلا انت تشتغل وتمسك شغلانه كويسه كلغه يعني، او كشغلانه ليها علاقه بلغه ولا لا. غير كده ما لكش دعوه بالشهاده، خش بس انت وخلص المعهد او الكليه او ايا كان واطلع اشتغل. والمعهد العالي للدراسات الاسلاميه، ومعهد العالي لنظم المعلومات، والمعهد العالي للتكنولوجيا، ومعهد الدراسات النوعيه.
حاولت ألم لك في الفيديو ده أهم المعاهد والمعاهد اللي أنت ممكن تدخلها وتكمل بعديها بقى في كليات، أو المعاهد اللي أنت ممكن كمان تدخلها وتطلع تشتغل في شغلانات متاحة بنسبة كبيرة، وشغلانات كمان مطلوبة زي اللغات والترجمة وزي البرمجة والحاسب الآلي والكلام ده كله. دلوقتي بقى أنا جايب مجموع عالي، وكمان يعني دخلت دور تاني في مادة معينة. دلوقتي هعمل إيه؟ دلوقتي أنت هتقدم برضو أو التنسيق بتاعك هيبقى مع تنسيق المرحلة الثالثة، لأنه خلاص آخر مرحلة للتنسيق والكلام ده كله. وساعتها بقى بتدخل أي كلية من كليات المرحلة الثالثة، وكمان بعديها بتعمل بقى تقليل اغتراب غير مناظر عشان تحول لكلية تانية. والكلية دي لو انت جايب مجموعها فانت تقدر تدخل الكلية دي بكل سهولة جدا. المهم بقى دلوقتي ان المفروض تعرف اكتر عن الكلية اللي انت عايز تدخلها، وتعرف الاقسام بتاعتها وايه اللي انت حابه اكتر والكلام ده كله. وبرضه تدور على المعاهد والحاجات اللي انت ممكن تكون لفتت نظرك في الفيديو ده، وتبدأ تبحث عنه اكتر وتدور عنه اكتر، وتشوف السنة اللي فاتت كمان كان المجموع بتاعه خد لحد قد ايه، وانت جايب مجموع قد ايه والكلام ده كله يعني. وبس في فيديوهات كتير قوي على القناة موجود فيها معظم الكليات تقريبا، فلو احتجت تشوف اي فيديو ما عليك بس انت تدخل على القناة وتشوف اي كلية انت عايزها وتبدأ تسمع عنها. وكمان فيديو تقليل الاغتراب، فيديو مهم جدا مهم جدا، عشان لو جات لك كلية بعيدة وعايز تحول لكلية قريبة او تحول اصلا من كلية لكلية تانية، فهتلاقي فيديو موجود برضو على القناة، تقدر تدخل على القناة وتشوفه، او هسيبهولك هنا او هسيبهولك تحت في الديسكريبشن. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى لحد هنا. وحاجة مهمة قوي 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 قوي، الفترة اللي جاية بقى والمرحلة اللي انت داخل عليها دي هتبقى مرحلة تانية خالص. خلاص بقى انت خلصت بقى مرحلة المذاكرة والدروس والدراسة بقى المملة ومش عارف ايه، ورايح سنتر وجاي من سنتر والكلام ده كله. ليه مرحلة تانية خالص اللي هيتغير فيها هو شخصيتك وطريقتك وتفكيرك، وحاجات كتير قوي هتتغير في الفترة اللي هي ايه، خلاص انا خلصت ثانوية عامة ودخلت بقى جامعة او دخلت ايا كان. فصدقني بعد فترة مش هيفرق معاك انت دخلت كلية ايه، ولو حتى دخلت هندسة، دخلت طب، دخلت معهد، ايا كان اللي انت دخلته، صدقني مش هيفرق معاك بعد كده. وانت ذات نفسك هتلاحظ ده لما تعدي كام سنة مثلا او سنتين من الحياة بتاعتك اللي جاية. فالحاجة الوحيدة اللي هتفرق معاك هي انت هتشوف نفسك ازاي، وانت شايف نفسك اصلا ازاي بعد كده، وهل انت شايف ان قيمتك بتستمدها من كلية هتدخلها او مجموع جبته مثلا. انا شايف بصراحة ان لا، وما ينفعش تعمل كده. فاللي عليك دلوقتي ان انت تهتم بنفسك اكتر، مش تهتم بنفسك ان انت تروح بقى تهتم بصحتك والكلام ده، مع ان ده مهم جدا جدا جدا. بس انا قصدي تهتم بنفسك هنا انك تهتم بتعليم نفسك، بتثقيف نفسك، بالمهارات اللي انت محتاج تتعلمها، بايه الحاجات اللي انت شايف ان انت ممكن تبقى مؤهل ان انت تشتغل فيها. ومهارات كتير جدا 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 ملهاش علاقة بأي حاجة، وناس بتبدأ دلوقتي تتعلمها وتبدأ تشتغل فيها ويبدأوا حياتهم من جديد حرفيا بعد ما يكونوا كمان اتخرجوا بسنين وسنوات كتيرة، وكمان بيرموا كل اللي هم خدوه على جنب، او كل حاجة كانت دراسة اكاديمية بيحطوها كده على جنب، ويبدأ بقى يشوف الكارير بتاعه او هو مستعد ان هو يدخل في ايه جديد. بس اتمنى بقى ان ما يكونش الموضوع ده مأثر اصلا عليك، وموضوع الدراسة كلها اللي هو يا جماعة احنا اصلا ما عندناش تعليم فاللي هو ما تحطهاش اولوية بجد. والاولوية هنا انك تتعلم بجد، مش مجرد ان انت دخلت الكلية عديت في الامتحانات خدت الشهادة هتحطها على جنب مش تعمل بها اي حاجة. بس اتمنى يكون الفيديو فادك باي شكل من الاشكال، حتى لو بنسبة 1 2 3% مش هتفرق. المهم ان انت تكون استفدت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اي حد ممكن يكون الفيديو ده هيفيده او هيقدم له اي استفادة. بس اشوفك في فيديوهات قريب جدا جدا جدا. كان معاك محمد عبده، والى اللقاء في حلقات قادمة. سلام.